ولذلك إذا أردنا أن نراجع حياة الأمير صلوات الله وسلامه عليه نجد هناك شواهد واضحة كانت تحول فيما بين الأمير وبين كثير من الأمور التي يريد إظهارها صلوات الله وسلامه عليه. على سبيل المثال أشير إلى بعض من هذه الأمور. مثلا من جملة الأمور التي أشاعوها على الأمير أنه يستعجل في القتل، وأنه قتال العرب، وأنه قد ولغ في الدماء. هذا السافل الساقط الحسن البصري، وأتعجب بعض علماء الشيعة في كتب الأخلاق ينقلون الكلام الكثير عن هذا السافل الحسن البصري أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وإنما جاءت سفالته، جاء سقوطه هذا اللعين لأنه تربى في بيت عائشة. أمه كانت خادمة في بيت عائشة وهو تربى في بيت عائشة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بعد واقعة الجمل كان هذا اللعين يتوضأ، أمير المؤمنين يقول له أسبغ وضوءك، لأنه لم يكن قد أسبغ الوضوء. نتيجة إسباغ الوضوء من الأمور المندوبة. قال له أسبغ وضوءك، قال تأمرني أن أسبغ وضوئي، أن أسبغ الوضوء على أعضائي وأنت تتلغ في دماء المسلمين. هذا الحسن البصري وأضراب الحسن البصري، هؤلاء الأفاعي المسمومة الذين يتظاهرون بالزهد وبالصلاح، وبالنتيجة في كل زمان يوجد أمثال هؤلاء.